اللي هيقول الساندوتش ده فيه كام قطعه برجر هيكسب 1000 جنيه في الكومنتس بقى، انت وشطارتك. المكان ده بيعمل اشهر اكلتين في مصر دلوقتي، السماش برجر والناشفيل فرايد تشيكن. 8 باك برجر. في ميزه بقى قليل قوي اللي تلاقيها عنده، فجربت شويه حاجات من هنا وحاجات من هنا، وتعالى بقى اقول لكم الخلاصه. نبتدي باول حاجه بقى فرايز عليها قطعه ناشفيل فرايد تشيكن وبيكلز كده من على الوش، ناخد بقى شوكه كده نسخن، اوبا اوبا اوبا. التوابل اللي على القطعه الناشفيل فرايد تشيكن كده فظيعه حلوه صراحه، بدايه مبشره. نخش على الباقي بقى. جبت اكتر 4 سندوتشات بيف برجر مشهورين عندهم. طبعا اول ساندوتش بالنسبه لي اللي بحدد عليه كل حاجه اللي هو الاوريجينال، هنركن بقى كل الكلام ده على جنب. هو ده كلاسيك، جبته دبل عليه جبنه والصوص والخس والبيكلز. نفتح بقى كده نقطع، بسم الله. والله البرجر ما بيتاكلش غير اوريجينال بالنسبه لي عشان تحس بيه الصراحه. حلو قوي من بدايه العيش فريش، كواليتي الصوصز حلو قوي، والبالانس بتاع اللحمه، نسبه الفاتس مظبوطه، والكراست اللي على حروف البرجر عشان تاكل ساندوتش اوريجينال كلاسيك بالنسبه لي تحفه. وسعره كمان ده الدبل ب 165، اما السنجل ب 125. اظن اسعار كويسه قوي على الكواليتي والتيست اللي انا باكله. خش على اللي بعده، ده بقى الكراميلايزد، يبقى كده عليه بصل متكرمل على الوش مع جبنه وقطعتين سماش برجر مع الخس. نقطع بقى كده نصين ويلا بينا بسم الله. اهو ده بقى البصل المكرمل بالنسبه لي غطى على طعم البرجر، مش ذوقي قوي، هو حلو اللي بيحب الحاجه مسكره كده الحاجه اللي فيها سويتنس دي كده احبها. اللي بعده البيف مشروم، عباره عن مشروم كده من فوق صوص البراون تقريبا مع الخس، جبته دبل كده نقسم بقى نصين ويلا بينا بسم الله. متغرق مشروم قوي جامد والله. المشروم مع صوص البراون ده اللي عاملينه حلو قوي، واللحمه يا دوب هي ملح وفلفل على البرجر بس كده، فانت حاسس بطعم اللحمه قوي. لا في ساندوتش اللي بيحب المشروم على كيفك، واي ساندوتش بيجي معاه فرايز كده عليها توابل حلو. ده بقى الاخير سو تشيزي، بيبقى العيش كده مقلوب معمول له سماش متغرق جواه جبنه كده، اوبا اوبا وقطعتين برجر عليهم جبنه، اوبا قطع كده يا باشا ويلا بينا بسم الله. ده متغرق جبنه ايه باين عليه، ده صايع. العيش اللي مقلوب ده معمول سماش فمقرمش، وتقريبا ايه هم طبقتين عيش جواهم جبنه كمان. لا الصراحه كميه جبنه كتير قوي، اللي بيحب الجبن وكواليتي الجبنه الصراحه حلوه قوي فهيحب الساندوتش ده. الناشفيل فرايد تشيكن عندهم كذا ليفل للسبايسي، جبت 5 بيسز مايلد و3 بيسز اكسترا هوت. نبتدي بقى اول حاجه بقى كده بالمايلد. قطعه الفراخ حجمها كويس، نقطع كده البريدنج باين قوي كده فيه قرمشه كتير. يجي معاهم بطاطس وتوست متحمص، يلا بينا بسم الله. فراخ فريش متبله حلوه قوي، معموله في البريدنج قوي قوي قوي، ففي طبقه كده كريسبي من على الوش خطيره الصراحه. وبعد ما بتطلع بتعمل لها ديبنج كده في ايه، في الناشفيل اويل عشان تطلع باللون الحلاوه دي كلها. بالنسبه لي مش سبايسي خالص يعني، الليفل ده تمام للناس اللي ما بتحبش السبايسي قوي، الليفل ده تمام قوي يعني. ده بقى محتاج صوصز بقى. اكتر حاجه عجباني في الناشفيل ان هي مختلفه عن بقيه الناشفيل اللي انا جربتها عشان الكريسبي، البريدنج اللي من فوق ده كريسبي قوي قوي قوي. كواليتي الصوصز عندهم خطيره، الصوص كلها هوم ميد طعمها تحفه. ده الصوص الشيبوتلي فيه لسعه كده سبايسي عالميه. والناشفيل فرايد تشيكن بيجي معاه بطاطس وعيش توست كده متحمص. تعمل ساندوتش بقى اللي انت حابه، شويه بطاطس على قطعه الفراخ وغرق بقى كده الصوص اللي انت عايزه وكل يا معلم. 3 قطع الاكسترا هوت اعلى ليفل للسبايسي. اكل في واحد جنبي كلام مولع نار ماشي، بص مخوفني منها مش عارف ليه. هو اللون من بره مش طبيعي الصراحه. بسم الله. انا من قبل ما ابلع يا لهوي دي عايزه بطاطس بقى. لا انا بالنسبه لي مايلد عشان تجرب الصوصز بتاعتهم كلها، اما ده ما ينفعش، ده عايز صوص تلج عشان يبرد الكلام ده كله. دول بقى اكتر 3 سندوتشات بيطلبوا عندهم. ده السو تشيزي نفس ايه الفكره، العيش المقلوب معمول له سماش بس ايه بدل البرجر قطعه فرايد تشيكن مع تركي مع جبنه والصوص وتحتيها خس كده وبيكلز، شكله تحفه بسم الله. قرمشه العيش مع قرمشه الفرايد تشيكن مع صوص كده والجبنه، ده الساندوتش ده خطير. ده بقى الهاني سيراتش، بيبقى عليه قطعه ناشفيل فرايد تشيكن، قطعه كبيره كده معمول لها ديبنج في الاويل ناشفيل وعليها بيكلز وخس. يلا بينا بسم الله. نفس الفراخ الحلوه بتاعتهم والكريسبي يعني. بصوا السر في الناشفيل فرايد تشيكن هنا هو البريدنج، بس عندي كومنتس بالذات في البيسز اللي هي الايه اللي جوه الساندوتش رفيعه شويتين محتاجه ايه تتخن، اما اللي في البيسز بالنسبه لي تمام. اخر واحد الهاني ماسترد سايبه للاخر بقى عشان فيه كول سلو يبرد الكلام ده كله. قطعه ناشفيل فرايد تشيكن عليها كول سلو كده، يلا بينا بسم الله. ده بقى يعمل تش بص، ده بص لو اجيب حاجات كتير اسيبه للاخر عشان يعمل لك الايه الاحساس اللي انا حاسه دلوقتي. لا الكول سلو مع الفرايد تشيكن مؤخرا بقى حاجه مفضله بالنسبه لي، الساندوتش ده عجبني قوي صراحه. فمن الاخر بقى بعد ما جربت البرجر والناشفيل فرايد تشيكن اذا كانت بيسز وسندوتشات، 8 باك برجر عمل فاليو فور ماني يعني، كواليتي برجر حلو قوي مع السعر فاهم. اربط الاثنين ببعض كده حط السعر هتلاقي الاثنين عالميين. الناشفيل فرايد تشيكن البريدنج وتتبيله الفراخ عظيمه. اوفرول 8 باك برجر سعر كواليتي وتيست عظيم عظيم عظيم. وعنوانه بالظبط قدام كفر دوم في مصر الجديده. ما تنسوش بقى السؤال اللي في اول الفيديو، الساندوتش ده فيه كام قطعه برجر عشان تكسب 1000 جنيه؟ 1 2 3 4 5 6 7. شوف بقى فشير وسيف للفيديو ومنشن لصاحبك، وهفضل اقول لك كل فيديو نشير حاجه بتدعم القضيه. الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش.